ما دام الولد متجمعين وقاعدين، تعالوا خلينا نسوي لنا عشاء اخر ليل. واول شغله لازم نبدي بيها، لازم نثرم هاي البطاطا ونثرم هاي الطماطه. احنا دائما متعودين لازم نوصف فنجر، بس هالمره لا، ثرمنا البطاطا احنا بدينا وراح نسوي اطيب فنجر على طريقتنا الخاصه. واول شغله بدينا بيه نقلي اللي هو الفنجر، راح نطلع لكم اطيب فنجر موجود على الاطلاق. وثاني شغله اللي بدينا بيها اللي هي الكبه البرغر، الكبه السوريه. صدق انتم ما قلتوا لي تحبون الكبه البرغر لو الكبه العاديه؟ كتبوا لنا بالتعليقات. محبين الفنجر محبين الكبه، اثبتوا وجودكم متابعه ولايك واكسبلور. ان شاء الله راح يجيبكم هذا الاكل وبروحكم، وخلوا لنا متابعه، خلينا نوصل 200 الف 10 كي. جهزنا ثالث طاوه حتى نقلب بيها هذا المقرمش وقرمش الكثير. وده مرتضى يطلع بالفنجر اللي نستوى بقى يحمص. وشوفوا لي شكل الفنجره من طلعناها من الزيت. وهسه اجينا للاكله المفضله اللي احنا نحبها، المقرمش الكفيل. بدا مرتضى علي صالح يقلب المقرمش، ولا تنسونا باللايك بساعه وياكم لايك. هاي ليش يشيلونها؟ برغل. هاي كبة برغل. وهذا الشكل النهائي للكبة من بعد ما طلعناها من الزيت. وهاي التقلاه مالتها وكانت حارة كلش، ما شلون قضيتها. واخر اكلة كانت عندنا والاهم شيء والمهمة اللي هي الطماطة اللاجعة. لازم كل سفرة عراقية بيها طماطة لاجعة. وهذا كل الاكل الموجود مالتنا وقلينا راح نخليه بالسفرة مالتنا العراقية ونخلي الولد ياكلون. انت بيها قلينا وسوينا شنو احنا. وهسه جبت السفره مالته وفرشتها للولد حتى نصب الاكل. انتم اللي جاي تشاهدون الفيديو اذا قلت لكم تعالوا ويانا على هاي السفره، عازمكم راح تجون وتاكلون. وش قد راح تقيمون هاي السفره من 10؟ كل سفره عراقيه لازم بيها بيبسي بغداد، اذا ماكو بيبسي الاكل ما راح يحلى. علاوي حبيبي يا حسون الورده. شنو رايك؟ فول ان شاء الله. شنو؟ فول. ما مشتغل فلاش. لا ما يحتاج فلاش. احمد قليت لك بيض خاص نص لك، اريدك تاكل هذا البيض ولا هو بيض يعني حتى شيء لك قيمه، حرام اقول لك قيمه، بس انت بعد من الطعم اريدها منك. صار اقول لك هاي الكبه قالوا عليها كبه برغر، اي مالهم زكي، كلها قيمها من 10. ما راح تكون 7 من 10. قيمها من 10 حجي. اعطى 7 من 10 علاوي. انت قد راح تعطيه؟ الصراحه كابتن 7.5. اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسونا بدعمكم واللايك والمتابعه فضلا وليس امرا. ننصحكم دائما اكلوا يا جماعتكم.